أسيد بن حضير قال له سعد بن معاذ: ماذا فعلت بهما؟ وخلاص بقى متغاظ. ما فعلت بهما؟ قال: كلمتهما وما رأيت بهما شك ولا مشكلة، ما فيش فيهم حاجة، ما فيش بينه يعني ما شفتش من كلامهم خطأ. وإني، بص أسيد ذكي جدا، وإني سمعت أن قوم بني الحارث على ما أذكر يريدون أن يقتلوا أسعد بن زرارة بن خالتك لما سمعوا بأمره. بص بيطلع بقى الحمية من جواه. وأرى أن تذهب فتلحق ابن خالتك، يعني ارجع مش الحق ابن خالتك عشان ابن خالتك هيتقتل. ذكاء. فسعد بن معاذ لما سمع الكلام قام واستل حربته وذهب ينقذ ابن خالته. فلما ذهب سعد بن معاذ وهو جاي كده فلقى أسعد بن زرارة قاعد ومصعب بن عمير قاعد، مفيش في أمر، يعني مفيش في خوف. فعلم بذكائه أن أسيد بن حضير أراد أن يسلم هو كمان، فقال: إن الذي أتى بكما أو ما الذي أتى بكما إلى أماكننا أما تخشانا أو تخشون على أنفسكما فاذهبا بعيدا عنا إن كنتم، يعني لو انت من الآخر كده الكلام بتاع اليومين دول، لو خايفين على أنفسكم اذهبوا واتركوا المكان. أسعد بن زرارة قال لمصعب بن عمير: هذا سيد قومه اصدق فيه القول، فإن أسلم أسلم قومه، قال: إن يجلس أكلمه. فقال له بقى مصعب بن عمير: أو تجلس أكلمك؟ قال: أنصفت. ووضع حربته في الأرض وقال: ما هو الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وتلا عليه آيات القرآن. فما لبث أن أسلم سعد بن معاذ إسلاما عظيما. وقال: ما الذي تفعلونه؟ قالوا له: تغتسل وتتطهر وتطهر ثيابك وتصلي لله ركعتين. عايزك بس تتخيل كده مصعب بن عمير ده عمل ايه؟ العظمه بتاعت الراجل ده. اسلام اهل المدينه يعتبر، وقدوم النبي الى المدينه ممهد. بيعملوا اتفاقات دوليه دلوقتي عشان رئيس مثلا كان ممنوع يروح من مكان لمكان، بيعملوا اتفاقات ومعاهدات ومش عارف ايه عشان رئيس يروح في مكان. فما بالك ان الذي مهد لقدوم النبي الى المدينه هو هذا الصحابي مصعب بن عمير. اما سعد بن معاذ ذهب الى قومه صلى على الحبيب وقال لهم لما قدمهم برضو الذكاء: ما رايكم فيه او ما تقولون في حقي؟ قالوا: انت سيدنا واكرمنا واسددنا رايا، وانما تقوله دائما حق. فقال: إنكم من رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بدين محمد وأن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا: نفعل. يبقى قوم بني عبد الأشهل كلهم أسلموا بسبب أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير، وكان كل ذلك في ميزان حسناتهم. وبدأ الإسلام ينتشر في المدينة انتشارا عظيما بإسلام